في فيديو النهاردة هنعرف أفكار وحيل كتيرة قوي هتفيدك. هنعرف ازاي نتخلص من النمل بصورة نهائية، وهنعرف كمان ازاي نصفي الزيت بطريقة صح. ولو عندك أي كوبايات فيها اصفرار هقولك ازاي تضيعي الاصفرار اللي فيها دوت. وأفكار كتيرة جدا. تابعينا في الفيديو بس ما تنسيش تضغطي على اللايك والاشتراك لو أول مرة بتشوفيني. الفكرة الأولى معانا وهي ازاي نتخلص من النمل. طبعا فصل الصيف النمل بينتشر فيه بطريقة رهيبة جدا، مهما تكوني منضفة لازم يظهر النمل. طيب بحاجة موجودة كده في بيتنا هنتخلص من النمل نهائي، اللي هي ايه؟ هنجيب معلقة من السكر البودر، ولازم السكر يكون بودر. تمام؟ طبعا الكمية زي ما هتحبي حضرتك. والحاجة التانية هنحط نفس المقدار منها اللي هو معلقة من الكربوناتو، وهنخلط الاتنين على بعض وبس كده الوصفة خلصت معانا. الكربوناتو بيعمل غازات عند النمل. طبعا النمل ما بيقدرش ان هو يتخلص من الغازات دي فبيموت وما بيتكاثرش تاني وبينتهي نهائي. ليه السكر بودر؟ هو هيجي علشان ياكل السكر، فطبعا هيضطر ان هو ياكل معاه الكربوناتو. لكن لو السكر صحيح هينقي السكر ويسيب الكربوناتو، فضروري السكر يكون بودر. دي كانت الفكرة الأولى. أما الفكرة التانية معانا وهي ازاي نتخلص من اي بقايا في الزيت. هنعمل اعادة تدوير للزيت وفي نفس الوقت يكون نقي وشفاف. الطبيعي والمتعارف ان احنا بنجيب صفاية وبنصفي فيها الزيت، لكن لو حطينا منديل جوه الصفاية هيتنقى بشكل افضل. شايفين شكل الزيت عامل ازاي؟ وبصوا بعد ما يتصفى هيكون شكله عامل ازاي. هحطها في المنديل واحاول ان انا معصرش على المنديل قوي برضو عشان مفيش اي حاجة تنزل بالشكل ده. شايفين؟ اما بقى لو انا حطيت بالصفاية بصوا اغمق وفي شوائب نزلت. اما الفكرة التالتة جربوا فكرة المنديل دي هتعجبكم قوي. اما الفكرة التالتة هي ازاي نضيع اي اصفرار من الكوبايات. طبعا الكوبايات ما بتصفرش عشان عدم نظافة او كده، لا الكوبايات بتصفر بسبب بقايا الشاي، بقايا القهوة، آه اي بقايا اي حاجة لونها غامق هي اللي بتغمق معانا الكوبايات. طب هنتخلص منها ازاي؟ نتخلص منها بمنتهى البساطة. كل اللي احنا هنحتاجه هو معلقة من الكربوناتو، وهنضيف عليها فنجان من الخل، وهنضيف عليها كوباية من المية، وشوية من صابون مواعين. اي صابون انت بتستخدميه هو اللي هتحطيه، شوية صغيرين جدا. وهنحط فيها الكوبايات اللي احنا عايزين نحطها. تقدري طبعا تزودي المية على حجم الكوباية. هنحط فيها الكوبايات اللي احنا هنحطها ونسيبها منقوعة شوية. انا يعني ممكن تنقعيها وتعملي مثل مواعين. انا سبتها تقريبا 5 أو 10 دقايق، وبعد كده بترجعي بقى بالسلكة الصغيرة او بالسبونشة بتاعتك من غير اي صعوبة. هتلاقي اللون الاسود كده بيطلع معاكي او اللون الاصفر. بصوا بيطلع معاكي ازاي على الكوباية. بتدعكيها كده وبعد كده بتروحي تشطفيها. بصي بقى بقت عاملة زي الكريستال. شايفة عاملة ازاي؟ شايفين اللمعة؟ مفيهاش اي صفار. شايفين بتبرق ازاي؟ ما نقعتهاش والله اكتر من 5 أو 10 دقايق، ما وصلتش حتى ل10 دقايق. كل ما هتسيبيها كل كمان ما تطلع معاكي احلى واحلى. جربي الفكرة دي هتعجبك ان شاء الله. اما الفكرة اللي معانا بعد كده وهي الشنط. الشنط او الاكياس دايما عاملالنا زحمة في كل مكان، زحمة في الدرج، زحمة في اي حتة بتحطيها فيه. طيب ازاي نتخلص من الزحمة دي وفي نفس الوقت بقى من غير ما نشتري حاجات ونعمل اي حاجة؟ هتجيبي الاكياس بتاعتك مهما كان مقاسها وتحطيها فوق بعضيها، وبعد كده بقى لفة يمين لفة شمال وابدأي ابرميها كده. وتجيبي اي كيس تلاجة عندك او اي شنطة صغيرة وتبدأي تحطي فيها الشنط بالطريقة دي، وحطيها بقى في الدرج بتاعك. طبعا هتوفري مساحة ومش هيكون فيه شكل مش كويس. الفكرة الخامسة معانا النهاردة
وهي لما بنجيب الملابس بتاعتنا بعد كده بعد كام غسلة تلاقي لونها راح على طول، خصوصا يعني لو احمر او اسود او جينز او كده بتلاقي لونه راح منك على طول. طب ازاي نحافظ على ان الالوان بتاعتنا ديت ما تروحش بس بتكون اول غسلة يعني كل حاجة جديدة؟ ازاي بقى نحافظ عليها ان هي ما تروحش؟ طبعا بطريقة سهلة جدا. اول حاجة هنجيب شوية من المية وهنضيف معاهم شوية من الخل، وبعد كده هننقع التيشيرت معانا وهنسيبه مثلا ربع ساعة او اي حاجة. هتنقعي بقى اي حاجة عايزة تنقعيها، تيشيرت، بنطلون، جينز، اي حاجة ماشي. طبعا لو انتي عندك هدوم اكتر هتزودي في الكمية. الفكرة الاخيرة في فيديو النهاردة وهي ازاي نتخلص من الرائحة الكريهة بتاعة الزبالة. مهما تعملي لازم تكوني معطرة الشقة ومظبطة كل حاجة، مجرد ما تفتحي الزبالة كل اللي عملتيه ضاع. طيب ازاي نتخلص من الريحة الجامدة اوي دي؟ اول حاجة طبعا احنا لازم نغسلها حلوة اوي ونعقمها، ضفت عليها صابون وديتول، وهبدأ ان انا ادعكها بالسلكة او شوفي انتي هتغسليها بايه. طبعا لو هتستخدمي ايدك لازم تكوني لابسة جوانتي. وهنبدأ ان احنا نغسلها حلوة اوي من بره ومن جوه والغطا بتاعها كمان. وبعد كده ان احنا نشطفها، يبقى اهم مرحلة هي ان انتي هتغسليها. بعد كده هنشطفها كويس قوي، وهنبدأ ان احنا ننشفها. لازم ما يكونش فيها نقطة مية لان المية هي اللي بتعمل لنا الريحة. بعد ما نشفناها كويس، طبعا في بعض الحاجات اللي بنحطها في الزبالة بيكون فيها مية، زي مثلا بقايا الاناناس او الشهد او البطيخ او الكلام ده بينزل معانا مية، فلازم ان احنا نتفادى الموضوع ده. فهنجيب اي كرتونة قديمة عندنا وهنحطها على الناحية الخشنة مش الناحية الناعمة، علشان طبعا لما المية تنزل هي تشربها. تقدري تضيفي كيس الزبالة على كده، وممكن تعملي الإضافة ديت اللي هي هتجيبي منديل وهتحطي عليه أي معطر عندك أو أي زيت عطري أو دوني أو أي حاجة ليها ريحة، وتبدأي تضيفيها على المنديل تخلي المنديل يشربها حلوة قوي، وبعد كده تضيفيها على الكرتونة. وبس كده تقدري بقى تركبي كيس الزبالة بتاعك ومش هيظهر اي ريحة ان شاء الله. ممكن كمان انتي تحطي كربوناتو، ممكن انتي تحطي قهوة، كل الحاجات دي طاردة للريحة. وارمي بقى فيها عادي، طبعا اللي هترميها هيكون جوه شنطة. وبس كده خلص الفيديو بتاعي النهاردة، يا رب يكون عجبكم، يا رب يكون افادكم ولو بأي حاجة بسيطة. انتظروا الفيديو الجاي، فيديو تنظيف الحمام. مهما كان فيه اصفرار هقولك بخلطة واحدة، خلطة سحرية ازاي تتخلصي من اي مشاكل في الحمام. لو عجبك محتوايا ما تنسيش تشتركي معايا وتفعلي زر الجرس. مع السلامة.